الراس اللي انت شايفها دلوقتي دي راس انسان حقيقي محفوظه لواحد اسمه دييجو ألفيس، وده كان اول قاتل متسلسل في تاريخ البرتغال. الراجل ده قتل اكتر من 70 شخص في القرن ال19، وراسه محفوظه بقالها 182 سنه ومعروضه في جامعه في لشبونه. وطريقته في القتل كانت مرعبه جدا، كان بيرمي الضحايا من فوق كوبري عالي عشان يبان انه انتحار مش جريمه قتل. بس بعد ما اتقبض عليه وقرروا يعدموه قالوا لا احنا مش هنرمي جسمه كله، قطعوا راسه وحافظوا عليها عشان يدرسوها ويفهموا القاتل المتسلسل بيفكر ازاي. الغريب بقى انهم عمرهم ما درسوا دماغه اصلا ولا عرفوا هو كان بيقتل ليه، يعني احتفظوا بالراس ومفيش فايدة. ورغم كده الراس لسه محفوظة جوه البرطمان ده بقالها حوالي 200 سنة. والقصة دي على فكرة كانت سبب في انتشار ترند أخير، ناس كانت بتحط صورهم جوه برطمانات ويحطوا البرطمان ده في التلاجة، ولما حد يفتح التلاجة يترعب يفتكر ان في راس محفوظة جواها. بس بجد بقى اكتر حاجة مرعبة في الموضوع ده كله ان عيونه لسه مفتوحة كأنه لحد دلوقتي بيبص علينا.